بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى غيكون عن الزكاة. إذن زكاة الفطر اللي كيقولها بعض الناس في المغرب الفطرة، زكاة الفطرة اللي تخرج نهار العيد، عيد الفطر من بعد رمضان. خاص البالغ يؤدي على نفسه الزكاة، كتسمى زكاة البدن، يؤدي على راسه وعلى الناس اللي كينفق عليهم، يعني بناته ولادو اللي باقي ما بلغوش، وعلى الزوجة ديالو ولا زوجاته، وعلى باه وجدو كاع إلا كان عاوتاني با جدو ولا كانوا فقراء. إذن ولا تولد عنده شي دري مثلا في رمضان حتى هو يعني قبل نهار العيد كذلك يجب عليه أنه يؤدي عليه ديك زكاة الفطرة، وهي شحال؟ هي صاع. شنو هو الصاع؟ الصاع هو 4 الأمداد. 4 الأمداد يعني كل مد هو 2 يدين مجموعين، حفنة كنقولوا حفنة هي المد. إذن 4 الحفنات من داكشي اللي كيتقوتوا به الناس عادة، بحال في المغرب مثلا بعض الأحيان الشعير هي الغالب على قوت الناس. إذن يعطي 4 الحفنات ديال الشعير لهذاك الفقير ولا المسكين، وفيه يقوم. بعض العلماء قالوا أنه فيه يقومها فلوس ويخرجها فلوس باش تكون سهلة على ذاك الإنسان، إلا جاتو فلوس كتكون أحسن عليه باش يشري بها حوايج أخرين إلى غير ذلك. إذن كما كيقول سيدنا ابن عاشر في الدر الثمين والمورد المعين، كيقول: زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب، من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما باليوم. ولا بد هذيك باش هو تكون واجب عليه الزكاة، يعني واجب عليه يخرج الزكاة، خاصها تكون ديك الفلوس زايدة على الدين ديالو. إلا كان عنده شي دين مثلا مسلف فلوس إلى غير ذلك، وكانت عنده مثلا مسلف هو 100,000 ريال وهو عنده 21,000 ريال في الدار، إذن هذيك ما كافياش حتى للدين ديالو، إذن ما واجباش عليه الزكاة. إذن وما واجباش عليه يؤدي على نفسه وعلى دوك الناس اللي واجب عليه النفقة ديالهم. وكذلك خاص ديك الفلوس تكون زايدة على الماكلة ديالو نهار العيد وليلة العيد، يعني الليلة اللي قبل العيد، ودخل فيها مثلا الفلوس باش يشري الحلوى، باش يصوبوا الحلوى يعني في الدار، باش يلبسوا هو حوايج جداد ديال العيد ولادو وداكشي، تكون زايده عليهم. عاد هذيك الساعه نقولوا الا زاد شي حاجه على هذا الشيء كامل، على هذه المصاريف، نقدروا نقولوا انه واجب عليه يؤدي هاد الزكاه. اذن الزكاه ما تخرجش، بعض الناس ما كينتبهوش، ما تخرجهاش على الولد ديالك وهو بالغ الا باذنه. يعني بغيت تخرج عليه الزكاة مثلا، تقول لي ولدي فلان راني غنخرج عليك الزكاة، ويقول لك هو ما كاين حتى شي مشكل، لأنه واجب عليك تأدي على نفسك وعلى ولادك الصغار اللي باقيين ما وصلوش البلوغ. إذن قلنا القدر هو صاع، اللي هو 4 الحفنات. فيك تخرجها أول نهار من يدخل رمضان، فيك تخرج زكاة الفطر يعني الفطرة، ولكن فيك تخرجها أحسن وقت تخرجها هو نهار العيد، قبل صلاة العيد، قبل ما الناس يصليوا العيد تخرج هذيك زكاة الفطرة وتعطيها لذاك الفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أغنوهم بها عن السؤال. أغنوهم بها عن السؤال يعني هما كيخرجوا يطلبوا يسعاو وداك الشيء، فإلا أنت عطيتيهم هذاك القوت ذاك النهار وديك الزكاة فغتغنيهم على السعاية وداك الشيء. ونهار العيد الناس فرحانين، ما نبغوش نشوفوا الفقراء خارجين كي يطلبوا ويسعاو في الطريق. إذن خاصك تخرجها لما تعطي هذيك الزكاة، انت خرجتيها ونويتي تخرجها عليك وعلى وليداتك وعلى الزوجة ديالك، إذن خاصك تعطيها الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وهم الغزاة. الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هؤلاء 8 الفئات اللي قال عليهم الله تبارك وتعالى خاصها تعطيهم الزكاة. إذن ماشي نقولوا بحال كما بعض الناس كيقولوا في سبيل الله يعني فيك تبني بها جامع، فيك تعطيها المستشفى، فيك تعطيها أي مشروع خيري. لا، وإلا الله تبارك وتعالى يقول في سبيل الله وخلاص، ولكن الله تعالى حدد 8 أصناف أنه هم اللي خاصها تعطيهم هذيك الزكاة. فأبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن اش كيقول في سبيل الله، يعني قال سبل الله كثيرة، ولكن لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله هنا الغزو. يعني في سبيل الله المراد في الآية ماشي كل مشروع خيري كما قال ابن عربي عن الإمام مالك، قال: وإمام مالك يقول أنه لا يعلم خلافا، يعني ما كاينش خلاف بين العلماء
على أساس أن في سبيل الله هي الناس اللي خارجين الغزو باش ينشروا الإسلام في سبيل الله، هذوكما اللي خاصين بهذه الآية ولا بقول الله تعالى وفي سبيل الله. كذلك النووي قال نفس الشيء، كذلك مرتضى الزبيدي اللي شارح إحياء علوم الدين ديال الغزالي وقال نفس الشيء، وكذلك سيدنا ابن عاشر، سيد ابن عاشر اللي هو ولي كبير مدفون في مدينة سلا في المغرب، قال على أساس أنه لا يبني من الزكاة سور، يعني سور في سبيل الله، ولا مسجد، ولا يعمل منها مركب، ولا يفدي منها أسير. كل هذه الأمور محددها العلماء، إذن ماشي في سبيل الله يعني كل مشروع خيري. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة وحسن الاقتداء، والحمد لله رب العالمين.